السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم، معاكم عبد الرحمن علي من قناة برو ماركتينج بلان. إحنا النهارده هنتكلم في تكملة لfunnel الويبينار اللي ابتديناها، وعملنا الجزء الأول من الfunnel وبعد كده عملنا الجزء التاني الform. دي الfunnel اللي كنا عاملينها، يعني في الحلقة الأولى العملي عملنا صممنا الصفحة الfunnel نفسه، والجزء التاني عملنا الform. تمام، ولو أنت ما شُفتش الحلقتين دُولة تقدر ترجع لهم، هاسيبهم لك في نهاية الفيديو. طيب، النهارده هنتكلم عن إيه؟ النهارده هنعمل حاجة مهمة جدًا في funnel الwebinar. هنعمل الemail marketing والautomation اللي هنربطه بالform أو بالfunnel علشان لمّا حد يسجّل بياناته على طول بيتسجّل في الemail list، وبيتسجّل في tag معيّنة علشان تقدر تتابعهم بعد كده. كمان بتقدر تعمل عليهم متابعة sequence كده إيميلات بشكل متتالي. الemail marketing أو الautomation اللي هيشتغل على funnel الwebinar بينقسم لجزئين. الجزء الأول بيكون قبل الwebinar، وده بيكون عبارة عن 3 رسايل مثلًا تذكير، يعني واحدة أول ما بيسجّل على طول شكرًا ليك إنك سجّلت معانا، وإن شاء الله الwebinar هيكون يوم كذا، الساعة كذا، بتوقيت مثلًا مصر أو السعودية أو الإمارات أيًا كان. وكمان بيكون في رابط لو أنت حابب تحط رابط الاجتماع في الإيميل الأول اللي هو إيميل الشغل. بعد كده بيكون مثلًا في إيميل قبلها ب48 ساعة باذكّره بميعاد الwebinar، وبعد كده إيميل تاني ممكن قبلها ب24 ساعة، وممكن إيميل قبلها بساعة. بعد الwebinar بيبدأ بقى لكل الناس اللي سجّلت في الwebinar بيبدأ يتعمل لهم حملة متابعة. تمام، بيبدأ مثلًا أول إيميل بيتبعت لهم مثلًا لو أنت عامل تسجيل للwebinar وعايز الناس يعني اللي ما شافتهوش تشوفه، فممكن تبعت لهم تاني يوم بعد الwebinar تسجيل بتاع الwebinar، بحيث تزوّد عدد الناس اللي تشوف الwebinar بتاعك. الحاجة التانية بعد كده ممكن اليوم التاني ممكن تبعت لهم ملخص، اليوم التالت ممكن تبعت له معلومة كانت موجودة مهمة في الwebinar، تشجّعه إنه يشوف الwebinar تاني. بعد كده بتبعت له رسايل بيعية بالعرض بتاعك، وبتعرّفه إن العرض بتاعك بتذكّره بيه تاني، وبعد كده ممكن تبعت له رسالة إن هو يعني استعجال urgency، العرض خلاص باقي عليه أيام معدودة أو باقي عليه عدد، يا إما العرض بتاعك زي ما اتفقنا لازم يكون في محدد، محدد يا إما بعدد أو بوقت. تمام، فأنت بتعرّفه إن نهاية العرض هيكون يوم كذا فبتستعجله. كمان ممكن تبعت له بعدها مكالمة، حجز مكالمة معاك لو عنده استفسارات، عنده مشكلة وعايز يتكلم مع حد، فممكن تبعت له الكالندر بتاعك، يحجز معاك مكالمة أو مع الفريق بتاعك، تتكلموا في يعني المشكلة بتاعته، وبعد كده بتقول له العرض تاني وبتذكّره بالعرض وبتعرض عليه. ودي بتبقى حاجة قوية جدًا، وبتعلّي نسبة المبيعات جدًا إنك أنت تتابع الناس بمكالمة. فتخيل أنت كده عندك مثلًا 100 واحد حضر، كان في مثلًا 30 واحد مهتم وعندهم استفسارات وحجزوا مكالمة معاك، فبالتالي نسبة البيع من المكالمات بتوصل أحيانًا ل50%. تمام، وبل ممكن توصل أكتر من كده. تمام، فأنت لمّا تعمل معاهم مكالمات بتعلّي نسبة البيع بشكل جيد جدًا. تمام، بس الأول بتدّي له قيمة في المكالمة، بتحل له مشكلة، بتجاوب على سؤال أو استفسار عنده، بتزيل اعتراض. وبعد كده بتقول له العرض بتاعنا ممكن يساعدك، ممكن يوصّلك لهدفك، بتعرّفه كل ما يخُص العرض، بتعرّفه ميعاد الانتهاء بتاعه. طيب، خلّينا نبدأ بقى النهارده هنعمل إيه بالضبط، نعمل الكلام دوّة بشكل عملي، يالّا نبدأ. طبعًا إحنا بنستخدم أداة cache process اللي اتكلّمنا عليها في أول فيديو وتاني فيديو، ودي فعلًا بقى لي سنتين باستخدمها ومن أفضل الأدوات اللي أنا باستخدمها لإنها وفّرت عليّا وقت، ووفّرت عليّا فلوس اشتراكات كتير جدًا، كنت باشترك في أدوات كتير جدًا علشان أقدر أعمل funnels بشكل professional. أمّا الأداة ديّة وفّرت عليّا كل حاجة، وفّرت عليّا إن بناء صفحات، أقدر أعمل funnel براحتي، أقدر أعمل web site لو أنا باشتغل في المنتجات الملموسة يعني أقدر أعمل stores، أقدر أعمل webinar، أقدر أشوف تحليل للfunnels بتاعتي، أقدر
أعمل مدونة وأكتب مقالات وأربطها بdomain خاص بيّا، أقدر أربطها بWordPress لإني أنا هنا الcash process بمثابة استضافة، تمام. فبدل ما أشتري استضافة برّه وأدفع لها مبلغ كبير في السنة، فأنا هنا عندي طالما أنا مشترك في أداة أقدر أستفاد بالserver بتاعها. وفيها حاجات كتير جدًا طبعًا. اللي عمل funnels قبل كده عارف كل أداة من ديّة ليها اشتراك كام لوحده في الشهر، يعني الform ده لوحده ليه أدوات برّه، ليه أداة برّه، الsurvey، الquiz، الchat، حاجات كتير جدًا. الmembership طبعًا المكان اللي بتحط فيه الكورسات بتاعتك وبتكون محمية، والعميل بيدخل بشكل professional بuser name وpassword خاصين بيه هو، بييجي له على الإيميل بعد ما بيشترك في الcourse بتاعك. فيها الautomation طبعًا الautomation كان أحيانًا بيكون في أداة لوحده، فيها الmarket بكل أنواعه، أقدر أربط كل السوشيال ميديا بتاعتي في مكان واحد وأرُد على العملاء كلّها في مكان واحد، يعني كإن عندي CRM بالضبط. أقدر أعمل calendar بدل ما أنا أشترك برّه في أدوات زي Calendly وحاجات تانية كتير جدًا. طبعًا يعني لو اتكلمنا على الأداة دي لوحدها محتاجة وقت طويل جدًا علشان نشرح كل جزء فيها. الميزة في الأداة إنها فيها كورس شرح الأداة بالكامل باللغة العربية، وفيها مركز دعم باللغة العربية برضه، بيساعدك عن طريق يعني تخش تكلمهم على تليجرام لو في أي حاجة بيقول لك تعملها إزاي، وكمان في صور شرح وفيديوهات بتساعدك. زائد طبعًا إن إحنا بنكون يعني موجودين معاك يعني لو في أي حاجة برضه ممكن تبعت لنا وهنساعدك. طيب خلّينا نبدأ على طول نخش نعمل automation. ندخل على الautomation طبعًا هنقول له create workflow، هنقول له من الصفر يعني عايزينها. طيب إحنا كده أنشأنا automation يعني بنسميه، هنسميه مثلًا test ف علشان بس نبقى عارفين إن دوّة اللي بنشتغل عليه. وهنا أول حاجة طيب هنا أول حاجة بنعمل إيه؟ هنا المكان دوّة يعني إيه automation أساسًا؟ الautomation دوّة بيعمل action بناءً على العميل، يعني لو العميل عمل مثلًا حضر الwebinar مثلًا تاني يوم بيتبعت له رسالة، طيب ما سجّلش بيتبعت له ممكن رسالة تانية بتمشي معاه طريق تاني، فالautomation حسب ما أنت بتضبّطه فيه كل حاجة. يعني أول حاجة هنا هنعملها، هنعمل trigger لform، يعني هنقول له الناس اللي سجّلت في الform، أي حد هيسجّل في الform مشّيها في الautomation دوّة أو ابعت لها الaction اللي إحنا هنعمله دلوقتي، تمام. هنقول مثلًا form أهو قال لي so هنسميه test عشان ما نتلخبطش مع حاجة، هنقول له save. تمام، إحنا عملنا أهو trigger بحيث إحنا هنا بنقول له في form معيّن الناس اللي هتسجّل فيه احفظها عندك في هتمشّيها في الsequence اللي إحنا هنمشي فيه دلوقتي. طيب خلّينا عايزين نقول له بقى إحنا عايزين نختار الform اللي هيمشّيه في الsequence بتاعنا، تمام. هندوس عليه كده، هنقول له add filter، هنختار هنقول له form is، هيطلع لي هنا كل الform اللي أنا عاملها مثلًا هاقول له form test اللي إحنا كنا عاملين في الحلقة اللي فاتت، هنقول له save trigger كده خلاص. أي حد هيسجّل في الform اللي إحنا عملناه دوّة، هيدخل على طول الautomation دوّة اللي إحنا أنشأناه دلوقتي، تمام. طيب هو بيقول لي أول حاجة طيب أنت عايز تعمل إيه؟ الناس اللي هتسجّل في الform دي أنت عايز إيه اللي يحصل معاها؟ أول حاجة هاقول له حُط عليهم tag علشان لمّا أعوز أوصل للناس دي في أي وقت أبعت لهم إيميل يعني أبعت لهم عرض أيًا كان، فأنا هاسميهم مثلًا test مثلًا، هنختار هنكتب test وهنقول له add new tag
خلاص هو أنشأه لي دلوقتي، عمل لي tag مستنيه test، هاقول له save action. خلاص هو كده يعني الناس اللي سجّلت الform بيبدأ يدخّلها الautomation دوّة. فأول action بيعمله معاهم بيحُط عليهم tag، بيحُط عليهم علامة كده إن الناس ديّة اللي سجّلت في الform اللي اسمه test. تمام؟ طيب بيقول لي بعد كده في نفس الوقت أنت عايز تعمل إيه؟ بعد كده أنا عايز أبعت لهم إيميل في نفس اللحظة اللي هيسجّل فيها في الform، بيتحط عليه علامة وهابعت له إيميل في نفس اللحظة. تمام؟ هاقول له إيميل أو send email. هنا بيقول لي إيميل action لمين؟ from name، باسميه أي حاجة مثلًا، مثلًا عبد الرحمن. from email باكتب الإيميل بتاعي. تمام؟ هاكتب له مثلًا الإيميل بتاعي. بعد كده مثلًا بيقول لي هل أنت عندك template مثلًا خاصة بالإيميل مثلًا والّا عايز تكتبه؟ إحنا هنقول له مثلًا نكتبه. تمام؟ فأنا هنا باحط العنوان مثلًا مبروك أو تهانينا أو ألف مبروك على التسجيل في الwebinar. طبعًا أنا باكتب أي حاجة، أنت لازم يعني قبل ما تعمل حملة الإيميلات دي تختار كل إيميل بعناية، وتكتب كلمات يعني مناسبة للعميل بتاعك، وتكتب كلام منسّق، ولو أنت يعني عندك مشكلة في كتابة المحتوى اللي هتخاطب بيه عميلك ممكن تستعين بChatGPT. تمام. هناخده مثلًا دوّة، ونيجي هنا مثلًا إحنا دوّة مثلًا كإننا هنكتب النص بتاع الإيميل. تمام. ونقول له ميعادنا كذا، كذا، يوم كذا، كذا، كذا. وبنقول له كمان إنك أنت دوّة رابط الدخول تقدر تدخل الwebinar في ميعاده وسجّله عندك في الفيلدر. بس، فباقول له أهم حاجة باذكّره بميعاد الwebinar، باكتب له التاريخ والميعاد واليوم وحسب توقيت أنهي بلد، وباكتب له كمان الwebinar بتحط له الlink بتاعه. تمام. بس وبعد كده بتقول له save action. خلاص هو كده اتسيّف الإيميل. بعد كده أنت بتقول له انتظر wait، أو بنختار wait. هنا بيقول لي wait إيه بالضبط؟ يعني أنت عايز مثلًا تنتظر يوم مثلًا وتبعت له إيميل تاني والّا إيه بالضبط؟ يعني مثلًا هنا لو قُلت له مثلًا كمان ساعة مثلًا وقُلت له ارسل له إيميل، فهنا هيرسل له كمان ساعة، ممكن أقول له كمان دقيقة، ممكن أقول له كمان يوم، أو أقول له كمان 3 أيام. ولكن إحنا عندنا مثلًا الwebinar بتاعنا هيكون بعد مثلًا أسبوع. تمام. وارد ناس تسجّل النهارده، وارد ناس تسجّل بُكرة، وارد ناس تسجّل قبل الwebinar بساعة. فإحنا مش هنقدر نحدد رسالة محددة، يعني العميل يكتبها، يعني مجرد ما العميل يسجّل تيجي له مثلًا تاني يوم، ما ممكن يسجّل قبل الwebinar بساعة، الرسالة هتيجي له بعدها بيوم، والإيميل التاني ييجي له بعدها بيومين، لأ كده غلط. فإحنا هنعمل إيه، الwebinar بالذات لازم بنحط له حاجة تانية خالص، بنقول له event، عندنا event. تمام. طب أعمل event إزاي؟ أدوس إضافة وآجي هنا في الsearch أقول له event أهو set event. هنا بيقول لي أنت عايز نوعه إيه؟ هاقول له date وtime، يعني هاختار الوقت والميعاد. طيب هيقول لي أنت عايزه يوم إيه؟ هو مطلع لي شهر سبتمبر، أنا مثلًا الwebinar مثلًا هيكون يوم 20 سبتمبر. تمام. طيب هيقول لي الساعة كام؟ غالبًا الwebinar بيكون بالليل، يعني ممكن نخلّيه الساعة 08:00 مساء، بس هنا هنخلّيها PM. بس كده وأدوس enter. كده الwebinar بتاعي اتسجل يوم 20/9 الساعة 08:00 مساء. نخلّيها مساء نتأكد كويس أوي علشان الإيميلات تروح في الوقت المضبوط. تمام. وأقول له save action. طيب كده إيه اللي حصل؟ كده إن هو باقول له إن أنا باقول له دلوقتي آآ الناس أنا دلوقتي هاعمل automation. الautomation ده لمين؟ للناس اللي هتسجل في الform المعين.
والform دوّة أنا اخترته خلاص وقُلت له الform اللي هو اسمه test أيًا كان أنت مسميه إيه بقى. بعد كده قُلت له الناس ديّة بقى اللي هتدخل الform دوّة أو اللي سجّلت في الform دوّة حُط لي عليهم tag علامة كده علشان أكون عارفهم. فأنا سميتهم مثلًا الناس اللي سجّلت في webinar يوم 20/9 مثلًا، أنا هنا مسميهم test تمام. جيت بعد كده في نفس اللحظة هيتبعت لهم يعني هو في نفس الوقت هيسجّل بياناته، هيدخل automation هيتحط عليه علامة، هيتبعت له إيميل، الإيميل اللي إحنا عملناه مع بعض تمام. حطيت اسمي والعنوان والإيميل اللي هابعت منه والمحتوى بتاعي وسيّفت تمام. طيب بعد كده باقول له إيه بقى، أنا عندي event يوم مثلًا 20/9 فاخترنا خلاص الevent بتاعنا وضبطنا الوقت والميعاد بتاعنا. باجي هنا باقول له إيه بقى بعد كده، باجي هنا بعد الevent باعمل إيه بقى، باختار حاجة اسمها wait تمام. باقول له أنا عندي event، باقول له قبلها أو ممكن أكتب 48 ساعة عادي يعني 1 وأقول له save سجّلت. هنا هيبعت لي دلوقتي الحاجة اللي أنا هاعملها دلوقتي هتتبعت قبل الميعاد دوّة بيومين تمام. هاجي هنا أقول له send email فباجي باحط نفس البيانات وأقول له save actions تمام. باكتب أي إيميل كده وأحط العنوان وأحط الاسم، طبعًا أنا باعمل أي حاجة، وأحط المحتوى وأقول له save action أنا بس علشان يقبل معايا الإيميل تمام. عملت الإيميل، بس أنا لازم طبعًا أحط الإيميل بتاعي مضبوط وعنوان قوي، وأقول له مثلًا باقي على ميعادنا 48 ساعة، يا ريت تكون جاهز، يا ريت لو حابب تدخل معانا جروب الدعم ادخل علشان نذكّرك بشكل تاني على التليجرام وعلشان نتابعك ونساعدك لو في أي مشكلة عندك، وهكذا يعني. بافضل أبعت له مثلًا قبلها بيومين واحد، أعيّد تاني نفس الخطوة ديّة قبلها بيوم، وبعد كده قبلها بساعة وهكذا. يعني ممكن 3 حلوين جدًا، يعني ممكن قبلها بيومين وقبلها بيوم وقبلها بساعة تمام. أو ممكن تزوّد واحد كمان تخلّيه قبلها ب10 دقايق بس، وبتدوس بعد كده save وأنت كده تبقى عملت آآ الautomation الخاص بالwebinar. دي المرحلة الأولى اللي هي قبل الwebinar تمام. أمّا بعد الwebinar بيكون بقى sequence تاني خالص من الإيميلات تمام. طيب دلوقتي بعد ما عملنا الautomation اللي هو قبل الwebinar، إيه اللي بعد كده بيتم الautomation اللي بعد الwebinar. باجي هنا أنا عملت الevent خلاص وعملت إيميلات هتترسل قبلها زي ما شُفنا مع بعض. طَب أنا عايز أرسل إيميلات بعدها بقى، اللي هي إيميلات المتابعة. باجي هنا أقول له wait وآجي هنا باقول له بقى إيه، انتظر يوم تمام، وابعت الإيميل ده. باختار date تمام، وأقول له save action. طَب هو هيبعت يعني هينتظر يوم بعد إيه؟ بعد الإيميل الأخير. مش أنا الإيميل الأخير دوّة كنت عامله مثلًا قبلها ب10 دقايق أو قبلها بساعة مثلًا، فطبيعي بعدها بيوم هيكون عدّى الwebinar بيوم. فهابعت أول رسالة اللي هي المتابعة اللي هي هاقول له send message يعني انتظر يوم، بعدها بيقول يعني المفروض هو بيسألني أعمل إيه بعد ال24 ساعة أو بعد اليوم، هاقول له send email تمام. وباكتب برضه الإيميل زي ما إحنا عملنا كده، أي إيميل أنا باكتب أي حاجة بس علشان يقبل معايا ويسيّف وأحط هنا كده أي حاجة وباقول له save. إمم، هو في حاجة غلط الإيميل هو لازم إيميل
مثلًا. تمام، أنا طبعًا باكتب الإيميل الbusiness بتاعي، الاسم الdomain بتاعي زي ما أنا عملت في أول domain كده، اللي هو باسم pro marketing. إحنا بس بنعمل أي حاجة دلوقتي علشان بنتعلم. تمام، فأنا عملت أهو إيميل بعدها ب24 ساعة هيتبعت. تمام، يعني الويبينار اتبعت قبلها مثلًا ب10 دقايق إيميل، اللي هو آخر إيميل اتبعت، بعدها ينتظر يوم أو 24 ساعة، وبعد كده بعد ما يعدّي ال24 ساعة هيتبعت الإيميل دوّة، اللي هو بقى أنت ممكن تحُط فيه اللي هو التسجيل، تحُط فيه زي ما اتكلّمنا يعني في الأول في sequence الإيميلات ديّة تقدر تعملها إزاي. تمام، وبعد كده بتدوس تاني وتكتب يوم كمان، وبعد كده تقول له إيميل كمان لتاني يوم، وبعد كده أقول له انتظر يوم كمان وابعت إيميل تالت، وبعد كده أنتظر يوم تاني وابعت إيميل رابع. كلّها متابعات، متابعات على قد ما تقدر ابعت حاجات يعني يعني حاول تخلّي فيها جزء معلومات، جزء متابعات إنّك أنت بتحفّزه إن هو يشتري العرض. تمام، ده كده جزء الautomation والemail marketing الخاصة بfunnel الwebinar وكده يبقى عملنا funnel webinar كاملة خطوة وخطوة. أنا كنت سعيد جدًا إن أنا موجود معاكم، كمان لو في أي حد حابب يستفسر في أي حاجة أنا سايب link في description عليه واتساب تقدر تكلمني أو يعني تكلم حد من عندنا من فريق الدعم أو الteam بتاعنا، تسأله أي سؤال هيساعدك، أو ممكن أنا أرد عليك بشكل شخصي، هنساعدك في أي حاجة واقفة معاك. كمان لو أنت حابب تشترك في الأداة وتستفاد بخصم 40% على الاشتراك السنوي، أنا سايب لك link في الdescription تقدر تحصل على الأداة بخصم 40%، وتقدر يكون معاك أداة فيها كل حاجة ممكن تحتاجها في التسويق والمبيعات، مش محتاج تشتري أي أدوات تانية بعدها. تمام، آآ في كمان تقدر يعني لو أنت حابب إحنا نساعدك بشكل شخصي، تقدر تتواصل معانا على الواتساب، وإحنا ممكن يعني بنتواصل مع بعض، باشوف حالتك إيه، باشوف أنت محتاج إيه بالضبط، إيه الاستراتيجية المناسبة ليك كمدرب تبتدي بيها في الوقت الحالي، إزاي تبني الecosystem بتاعك بشكل كامل، يكون عندك كذا funnel في نفس الوقت فيما بعد، لإنك أنت علشان تبدأ صح وتيجي تعمل funnel لازم تعمل step by step، يعني مثلًا الأول تبدأ مثلًا funnel webinar، بعدها ممكن funnel مكالمات، بعد كده ممكن funnel lead generation، ممكن بعد كده funnel low ticket اللي هو تبيع كورس بسعر رخيص. فدي كلها funnels ممكن تعمل بيها ecosystem كامل يدخل لك عملاء من أماكن كتير جدًا، وتقدر تحقق لبيع العرض بتاعك تبيعه يعني كل يوم. تمام، مش محتاج بقى تنتظر كل شهر مثلًا تعمل مبيعتين 3 ولا كده، لأ هيكون عندك system شغال بيبقى فيه مدخلات، ناس كل يوم بتتعرّف عليك، بتفهمك، ناس جديدة بتشوفك، ناس بتقدر من خلالها يعني كل يوم بيزيد وعيها معاك، بيعرفوا منّك معلومة جديدة، بيعرفوا منّك بيشوفوا منّك مثلًا webinar، بيشوفوا منّك كتاب، بيشوفوا منّك حاجة، وبالتالي الناس دي كلّها بتصُب في مكان واحد، بتعمل لك مبيعات في الecosystem خاص بيك أنت. فلو عايز تبني الecosystem الخاص بيك أنت، أو عايز تبني تعمل استراتيجية المناسبة ليك أنت في الوقت الحالي، أو عايز تبني استراتيجية webinar وتبدأ فيها وأكون معاك خطوة بخطوة وإحنا بنبنيها لحد ما نحقق أول مبيعات منها، فإحنا بنقدم الخدمة دي تقدر تتواصل معانا على رقم الواتساب اللي موجود في الdescription وهنساعدك، وإن شاء الله تقدر يعني توصل لهدفك في أقرب وقت. كنت سعيد جدًا إن أنا موجود معاكم النهارده. آمم عبد الرحمن علي من قناة برو ماركتينج بلان. لو أنت مش مشترك في القناة اشترك علشان ييجي لك كل فيديوهات جديدة بتتكلم على بيع الكورسات والاستشارات أو الطرق الاستراتيجيات التسويقية اللي بتساعد المدربين والcoaches على البيع والتسويق.
فأنا كنت سعيد جدًا إن أنا موجود معاكم، وباشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.